اللي حصل في مجلس سيدنا سليمان وملك الموت كان عايز ايه؟ تعالوا نشوف. كان في مجلس سيدنا سليمان قوم كتير قاعدين، فواحد منهم ليه واحد بيبصله قوي كده، عمال يبصله ويبحلق فيه جامد. فالراجل ده خاف وراح لسيدنا سليمان بيقول له ايه في المجلس. قال له الراجل ده من ساعة ما دخل وقعد عمال يبص لي بصات غريبة، زي يكون مستغرب، مش عارف بصص لي بصات غريبة مش عارف ليه، انا خايف. قال له طب انت عايز ايه؟ قال له انا عايز اروح الهند. راح سيدنا سليمان، طبعا كان ربنا مديله ايه، مديله قوة ومديله تصريحات ان يعمل اي حاجة. فراح وداه ايه في دقيقة كان الراجل دوت في الهند. فالراجل فرحان بقى ان هو راح بلد بعيدة خالص وبعيد عن الراجل اللي شكله مريب دوت وخايف منه. فبص ليه يمين في وشه ولقي نفس الراجل ده في وشه. فالراجل استغرب، قال له ايه ده؟ ازاي انت جيت؟ ازاي ده انا جيت هنا، سيدنا سليمان جابني هنا في دقيقة، انت جيت ازاي؟ قال له انا ملك الموت. قال له انا كنت ببص لك جامد في المجلس عشان مستغرب، ربنا قال لي روح اقبض روح فلان دوت بس في الهند، فانا مستغرب ان انت كنت قاعد في نفس الوقت اللي المفروض اقبض روحك فيه في مجلس سيدنا سليمان، لكن ده انت دلوقتي جيت بنفسك في المكان اللي انت هتموت فيه. قبض ملك الموت روحه في نفس المكان اللي ربنا امره فيه. سبحان الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت.